خوتي الفلاحة اللي كيزرعوا الأشجار وكيموتوا ليهم الأشجار بلا سبب. شوف معايا هاد الشجرة هادي كيفاش دايرة، بدات كتخرج الأوراق ثم كيبسوا ليها الأوراق، وكاين الأغصان اللي النصف ديالهم الفوقاني يابس. هذه الشجرة راه مصابة بواحد المرض خطير تيؤدي للموت ديالها. الشجر كيبقى يموت بلا سبب، واخا كيكون العمر ديالو 5 سنين او 4 سنين او 6 سنين. تيبقى الاشجار كل عام تيموتوا لك 10 شجرات وانت ما عارفش السبب ديالهم علاش. هادشي علاش جيت نشخص لكم هذا المرض هذا باش تكونوا عارفين هذا المشكل. هادو هما الجذور ديال الشجر اللي مصاب بهذا المرض. هذا المرض هو النيماتود. النيماتود كيجي الجدر، هو حشرة مجهرية، هي دودة شريطية وكتشاف غير بالمجهر، ما كتشافش بالعين المجردة. هو اللي كيتسبب في هذوك الحبيبات اللي كتشوفوا في العروق، كيحبس على الشجرة العصارة والماكلة وما تيخليهاش تاكل ولا تمتص المياه، ثم تؤدي للموت ديالها. كتبقى الشجرة تموت جزئيا، كل عام تيموت لها عرش او لا نصف حتى كتسالي تتموت الشجرة كاملة. دابا هاد الشجرة اللي مصابة انا جيت غادي نحيت من تحتها واحد الربيع الخبيزة اللي معروفة، وكاين بالرمرام، حيت هي هاد الحشرة ما كتصيبش غير الاشجار، كتصيب حتى الخضروات وكل شيء. النبات اللي تينبت في الارض كتصيب، تضربو هاد الحشرة النيماتودية. وكاين بعض الاصناف ديال الاشجار اللي ما كتقدرش عليهم، كيكون الجدر ديالهم صحيح. كاين بعض الاصناف ديال الاشجار كتقضي عليهم بالزربه، بحال مثلا الفاصله ديال الخوخ، هذه حساسه للنيماتود. وبحال السفرجل، العرق ديال السفرجل الحار اللي كتقريفي عليه الشجر، هذا تيقاوم النيماتود، كيجر معك مده. والشجر ديال البرقوق حتى هو كتصيبو النيماتود، ولكن كيقاوم، ماشي بحال الخوخ. هانتوما انا غسلت هاد الجذور هادو اللي نتفت من تحت الشجره، هما راه مصابن بالنيماتود. شتي، بلا ما نحفروا عاد على الشجره نجبدو الجدر، هادو راهم تيدلو باللي راه كاين تما النيماتود. وهاد النيماتود كينتقل بسرعه على الى تنتقل على الأداة ديال الخدمة، بحال العتلة، بحال الفاس، بحال المحرات، تتنتقل بالزربة هي. وهي كتنتقل في الأرض الرملية أكثر من الأرض الطينية، حيت الأرض الرملية تيكون فيها الفجوات كتمشي. شتي هاد الحبيبات اللي كاين في هاد العروق هادو، ها هي هاديك النيماتود. كتجي هي كتصيب جميع الجذور، كتدخل فيه، كتبيض في وسطو، وكتبقى تمتص هاديك العصارة اللي فيه، ثم كتحبس على الشجرة وما تاكلش وما تشربش الماء. واخا الشجرة تبقى تقاوم تخرج جذور جداد، ولكن هذيك النيماتود كتمشي لهادوك الجذور عاوتاني جداد وكتصيبهم. شوف الحالة ديال هاد الجدر كيفاش داير، شوف الحبيبات كيفاش دايرين فيه. هادوك الحبيبات الصغيور اللي تيبانولك راه هو الإصابة ديال النيماتود. راه كتصيب البطاطا، كتصيب الفول، كتمشي للوبيا، كتمشي للدلاع، كلشي كتمشي ليه هاد النيماتود. ملي كتصيب واحد الشجرة ديال مثلا ديال الدلاح او اللوبيا ولا شي حاجه صفراء بدون سبب وسط داك المحصول، تتلقى واحد الشجيرات صفرين بدون سبب بزاف، او فيهم حروقات في الاوراق، هذيك راه مصابه بالنيماتود. هادشي علاش جيت نوريكم انا هاد الفيديو، باش الناس اللي ما عارفينش النيماتود تيموت ليه الشجر وما كيعرفش السبب علاش. كل عام تيموتوا لك 10 ديال الشجرات او 20 او 15 الا كان عندك الشجر بزاف وانت ما كتعرفش شنو السبب. هذا هو السبب. وما تنساوش دعموا لنا القناة باش نكبروا هاد القناة ونبقى نفيدكم بالمعلومات ان شاء الله. ولكم التحية.
واللي يتفرج شي فيديو يقوم بإفعال زر الجرس ويشترك عندي في القناة. معلومة مفيدة.